السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي صباح هذا اليوم مع الأستاذ مدير مكتب الزراعة والري مديرية رصد محافظة أبين، الأستاذ مطيع قاسم عثمان الشبحي. أستاذ مطيع، هل استجابت الدولة والمنظمات الدولية لدعم شجرة البن في مناطق تواجد البن في يافع منذ تم افتتاح معرض الوطني الأول للبن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أول سعيد اليوم أن تتواجد هنا في هذه القاعة التي سيتم فيها تدشين أعلان المؤتمر الثاني أو المعرض الثاني للبن، وهذه مناسبة سعيدة، ونشكر مؤسسة يافع للتنمية على اهتمامهم بزراعة البن بشكل كبير جدا، والحمد لله أنه في من يعمل الآن على موضوع البن، وخصوصا في مناطقنا اللي هي مناطق يافع والمناطق الجنوبية، والحمد لله في استجابة. يعني نحن الآن على أعتاب الفاو، يعني وافقت المنظمة الأغذية والزراعة العالمية، وافقت على التدخلات في مجال زراعة البن، وفي مشروع استراتيجي قادم لمديريات أو في المحافظات الجنوبية، مشروع بيكون ضخم كبير جدا في إعداد خطة استراتيجية ل5 سنوات، يعني في تدخلات كثيرة في موضوع البن. أيضا في نشاط تجاري واستثماري يعني ظهر بعد المعرض الأول الذي تم في فبراير من العام الفائت، يعني شركات بن، مستثمرين، تسويق، ونأمل في ذلك. ونحن أنا أتيت الآن من دورة تدريبية في إنشاء المدارس الحقلية لمزارع البن في 4 مديريات في يافع، اللي هي يهر والبعوث وسباح ورصد. يعني في كل مديرية مدرستين حقلية، هذه تجربة أولية. وأيضا ستلحق هذا التدريب ورشات أخرى من ضمنها إعداد الخطة الاستراتيجية لتمويلها وتقديمها للمانحين لتدخلات في مجال زراعة البن. هل في دعم في السدود وفي الآبار؟ هذه الخطة الاستراتيجية هي مشان هذا الموضوع، مشان دعم التدخلات هذه. يعني في خطة استراتيجية، لكن لحد الآن يعني في هناك جهود ودعم، ولكنها ليست لا ترتقي للمستوى المأمول منها. لا يوجد أي دعم، لا توجد نفقيات المسؤولين والمنظمات الدولية. ما عليه علوم، صح. يعني في إجراء يعني تنفيذ بعض الأنشطة اللي قلنا لكم، اللي مثلا أنشطة يعني توعوية تدريبية، لكن كتدخلات يعني كمشاريع استثمارية ومستدامة، خصوصا في حل مشاكل البن الرئيسية، ما فيش لحد الآن لا توجد دخولات. ولكن يعني الحافز الكبير والشيء الكبير المهم جدا انه موافقه وادخال البن كمحصول يعني استراتيجي لدى منظمه الزراعه والاغذيه الفاو، فهذا ياتي بالمانحين وبياتي في مشاريع تدخلات كثيره في مجال البن، من ضمنها مشاريع سدود، حواجز، يعني خزانات، يعني الاحتياجات اللي بتعد في الخطه الاستراتيجيه القادمه. شكرا للأستاذ مطيع على هذا التوضيح. معكم الإعلامي حسين عقيل الشبحي. شكرا لك على هذا التوضيح.